انه نستضيف الدكتور الاستشاري محمد خضر خبير البيئه والمناخ. اهلا وسهلا بك دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، مثل ما شفنا التقرير انه الحالات الموجوده في المركز للاسف يعني في تزايد، واكو حاليا حمله لدعمهم. احنا نريد يعني نفتح هذا الموضوع وياك. ليش هي الحالات في تزايد؟ هل فعلا اكو علاقه ما بين التلوث البيئي الموجود ان وجد طبعا في محافظه كركوك والحالات اللي قاعد تصير وتزداد في مرض السرطان؟ طبعا يعني من منبركم أنا أشكر هذه يعني قائمين على هاي الحملة التبرع، الحملة الإنسانية يعني للمصابين بأمراض السرطان في محافظة كركوك. ومثل ما تفضلت هم بازدياد يعني إذا ما قارنا بالسنوات أو العقود الماضية عن الفترة يعني اللي بسبب الأنشطة. طبعا مرض السرطان إذا ما قلنا هي خلايا سرطانية أصلا موجودة في جسم الإنسان، ولكن تحتاج إلى عامل خارجي لكي يعني تحفز هذه الخلايا. من ضمن هذه العوامل الخارجية هو التلوث البيئي بشتى أنواع هذا التلوث البيئي. بالتالي الانبعاثات يعني الخاصة بالغازات واللي تحمل يعني عناصر ثقيلة، تحمل مركبات عضوية أروماتية ثابتة، هذه كلها يعني تحفز الخلايا السرطانية وحسب الدراسات اللي موجودة. فبالتالي زيادة الأمراض السرطانية نشوفها، خصوصا احنا نتكلم عن يعني مستشفى الأورام و يعني النفايات اللي صادرة من المستشفى والنفايات الطبية بالجانب الصحي أيضا. هذه حرق هذه النفايات خصوصا في مركز المحافظة هاي له آثار بيئية يعني على المواطنين، بسبب أنه يعني مثل ما تعرف أنه هذه الأنشطة لها محددات بيئية حسب التعليمات الصادرة من وزارة البيئة. بالتالي يعني حسب التعليمات الخاصة بالانبعاثات الغازية رقم 3 لعام 2012 حددت وألزمت هذه الأنشطة أنه تكون انبعاثاتها ضمن المحددات وضمن التراكيز العالمية والتراكيز الوطنية المسموح بها. بالتالي أيضا وضعت فقرات خاصة بموقع هذه المحارق، يعني جميع المحارق اللي موجودة هي مخالفة للمحددات البيئية. إضافة إلى ذلك يعني هذا بالنسبة للنفايات الطبية، عندنا الجانب النفطي في محافظة كركوك والأنشطة النفطية، هذه أيضا لها سبب رئيسي بزيادة الانبعاثات، خصوصا احتراق الغاز المصاحب و يعني الانسكابات النفطية والمواد الكيميائية اللي صادرة من هذه. جميع هذه يعني تزيد من الأمراض السرطانية اللي موجودة في محافظة كركوك. مثل ما عرفت أنه كركوك هي في طليعة المحافظات في خلينا نقول التقدم الصناعي بالنسبة للمعامل، يعني بغض النظر عن الجانب الصناعي اللي متمثل مثلا باستخراج وإنتاج النفط والغاز في محافظة كركوك. يعني هو يعني فشي مفرح أنه نكون في طليعة محافظات العراق بالصناعات، لكن برأيك يعني هل تحتاج هاي المعامل إلى متابعة مستمرة حتى نقلل هاي الانبعاثات؟ بالتأكيد يعني احنا عندنا قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009. وضع هذا القانون من ضمن بنود خاصة بمتابعة الأنشطة الصناعية ويعني بشتى أنواعها. يعني أيضا فقرات ضمن القانون يعني عقوبات على هذه الأنشطة المخالفة للمحددات البيئة. تعرف من نتكلم عن جانب البيئة نتكلم على عناصر البيئة اللي هي الهواء، الماء، التربة. بالتالي أي نشاط يسبب بتلوث عناصر البيئة يعني من خلال مراقبة هذه الأنشطة أنا كيف أعرف هذا تسبب بتلوث بيئي. هناك أجهزة ومعدات خاصة بقياس تراكيز ملوثات الهواء، أيضا مختبرات يعني فحص النماذج الخارجة من هذه الأنشطة. بالتالي إذا كانت هاي الأنشطة خارج المحددات، وعندنا التعليمات اللي موجودة، يعني تكلمت على قانون حماية تحسين البيئة، قانون المحددات البيئية للغازات المنبعثة من الأنشطة، أيضا نظام صيانة الأنهر يعني رقم 2 لعام 2010. هذه كلها يعني حطت محددات وطنية للعناصر الكيميائية اللي لابد أنه ما تتجاوزها هذه الأنشطة. بالتالي الرقابة المستمرة على هذه الأنشطة يعني اللي تكون جدا ضرورية حتى تكون ضمن المحددات، حتى يعني ما تلوث لي البيئة وما تسبب لي هذه الزيادة بالأمراض السرطانية. دكتور، يعني بالصيف الماضي مثل ما تعرفين فاطمتي أيضا أنه صار نشر لإحصاءات واللي عدد من المحافظات يعني أو عدد من المدن يعني أنحاء العالم، منها كانت بغداد أكثر بين المحافظات أكثر تلوثا، حطوا عليه خط أحمر، ما أعرف أخضر، يعني ما أعرف هاي بالضبط التفصيلة. كركوك
وين تجد نفسها من هاي الإحصائية ومن هذا خلينا نقول الاستبيان؟ هل وضعنا يعني زين خلينا نقول من ناحية جودة الهواء؟ طبعا احنا عندنا الاير كواليتي اندكس اللي هو خاص ب يعني جودة الهواء في المدن، خصوصا المدن يعني الحضرية واللي تنتشر بها الأنشطة. بالتالي احنا يعني العراق صادرات النفط والاقتصاد العراقي يعتمد على يعني الصناعات النفطية. بالتالي احنا ما نحارب او ما نقول نتوقف بجانب تصدير النفط، ولكن نتكلم عن يعني السيطرة على الانبعاثات النفطية، الاقتصاد الدائري الأخضر، يعني الابتكار الأخضر. عندنا أيضا يعني أهداف التنمية المستدامة اللي وضعتها الأمم المتحدة، يعني الحفاظ على المناخ، الهدف الثالث عشر الحفاظ على المياه. بالتالي يعني إذا أتكلم عن المحافظات ومقارنة المحافظات، يعني نشوف الأكثر صادرات نفطية هي محافظة البصرة، يعني وكركوك أيضا من ضمن المحافظات اللي تعتبر محافظة يعني ملوثة نتيجة للأنشطة الصناعية النفطية اللي موجودة. يعني هناك أيضا عوامل أخرى، يعني إلى جانب النفط هناك الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل هذه المحطات. أيضا هناك المعامل الأهلية اللي موجودة، خصوصا اللي خارج المحددات البيئية، وأتكلم على تعليمات رقم 3 لعام 2011 اللي هي خاصة بالمحددات البيئية لتنفيذ المشاريع وسلامة تنفيذها. بالتالي هذه وضعت محددات للمشاريع اللي تكون يعني تكون موائمة للتصميم الأساسي للمدن. وإضافة إلى موضوع آخر، يعني المساحات الخضراء، يعني حتى تكون هناك بالانس بين الانبعاثات وبين أنه امتصاص، يعني هذه المساحات الخضراء تعتبر كبالوعة للغازات اللي منبعثة من هذه الأنشطة. بالتالي لابد أنه أوازن بين المساحات الخضراء وأحافظ على الموارد الطبيعية المستدامة في المحافظة حتى تكون يعني الانبعاثات قليلة بالمحافظة. بالتالي يعني الدراسات، يعني إذا ما أتكلم عن جوانب البيئة فلابد أنه نعتمد على دراسات خاصة ب يعني الباحثين وطلبة، خصوصا أنا أركز على طلبة الدراسات العليا يعني في الجامعات العراقية والاعتماد على هذه الدراسات. وحقيقة الأرقام يعني إذا ما جينا وحللنا هذا نشوف هناك يعني زيادة في تراكيز الملوثات على عناصر البيئة موجودة في محافظة كركوك، ولدينا نقاط ساخنة في المحافظة بالنسبة للانبعاثات وبالنسبة للتلوث بناء على انتشار الأنشطة الصناعية ويعني الأنشطة النفطية اللي موجودة بالقرب من هذه الأماكن. بالتالي أنا إذا أريد يعني أقلل من هذه لابد أنه تكون عندي أجهزة حديثة لقياس هذه الانبعاثات لمراقبة نوعية الهواء بالمحافظة. وحقيقة يعني نتأمل خير يعني خلال الفترة الجاية يعني الأجهزة في محافظة كركوك، خصوصا احنا يعني مبالغ البترودولار أيضا الاستثمار بهذه المبالغ البترودولار، ويعني لإنجاز مشاريع تخدم البيئة ومعدات حديثة ممكن أني أراقب عناصر البيئة وأحافظ على حياة المواطنين والسكان في المحافظة. فاطمة، اكو حملات تشجير يعني تصير فترة أخرى خصوصا خارج الكركوك شوية، خارج كركوك. طيب دكتور، هاي الحملات برأيك يعني هل هي تجدي نفعا لمواجهة خلينا نقول هذا التلوث اللي ممكن يصير بمحافظة كركوك؟ يعني قل التلوث شوية. يعني احنا طبعا بتعولون عليه. شوف احنا هي ثقافة يعني نشر هذه الثقافة العامة. يعني احنا كان عندنا حملات بالأسابيع الماضية بترقيم الأشجار المعمرة اللي موجودة في المحافظة. أنا لابد أنه أحافظ على الثروة الطبيعية اللي موجودة والأشجار المعمرة اللي وصفها قانون حماية وتحسين البيئة اللي تجاوز عمرها 30 سنة. خطوة كلش حلوة يعني رقمناها وبالتعاون مع إدارة المحافظة ومديرية البلدية وفريق الأيادي الخضراء، فريق تطوعي، فرقمنا هذه الأشجار اللي يعني في أحياء محافظة كركوك، وخلينا نوع الشجرة واسم الشجرة يعني وهذه، وشرنا للمادة القانونية اللي تحمي هذه الشجرة. خطوة مباركة يعني صراحة نشد على يدكم حتى يعني سوينا بها فد يعني فهرس وترقيم ووضعناه يم البلدية حتى يعني يعتمدون عليه من ناحية الأرقام الأشجار ومواضعها. بالتالي يعني يتكلم عن التشجير اللي في المحافظة هاي ضرورة، خصوصا أنا أركز على الأنشطة الصناعية اللي موجودة يعني والمسؤولية المجتمعية
لاصحاب المعامل اللي موجودين، يعني خصوصا شركه نفط الشمال وغاز الشمال والانشطه الاليه. فبالتالي مسؤوليتهم اللي نص عليها القانون ونصت عليها قانون حماية وتحسين البيئة يعني. فبالتالي من واجبات هذه الشركات النفطية يعني مو فقط أني أتكلم عن الواردات، هذا لابد أنه يفكرون بالمجتمعات القريبة ومجتمع محافظة كركوك. بالتالي التشجير ضروري جدا في المحافظة، الحفاظ على الغطاء النباتي الحالي اللي موجود والقطع الجائر للغابات أنا لابد أحافظ عليه. وإحنا يعني شوف مرات يصير عندنا قطع جائر للغابات. بالتالي دور الشرطة البيئية، دعم الشرطة البيئية في المحافظة أيضا جدا ضروري للحفاظ، يكون عندهم دوريات يعني مستمرة على هذه الأنشطة أو هذه الغابات أو الغطاء النباتي اللي موجود بالمحافظة. بالتالي التشجير جدا مهم. مشاركة طلاب المدارس وطلبة المدارس يعني هذه حتى تزرع بهم هذه البذرة حب البيئة ويعني زراعة الأشجار، تزرعها منذ الصغر حتى يكونون في النماذج أو قدوة عندما يعني يكبرون ويصيرون أصحاب قرار. جميل دكتور. يعني قبل كان مثلا الشخص يقول لك أنت روح سوي فلان شيء هذا خير لك، هسه واحد من يشوفك يقول إذا تريد تسوي شغلة زينة روح ازرع لك شجرة. هذا التنامي الوعي شلون تشوفونه أنتم يعني كناشطين في مجال البيئة؟ يعني احنا بسبب التلوث الحاصل يعني خصوصا احنا قبل فترة كان عندنا يعني ملوثات في محافظة بغداد على سبيل المثال، والروائح اللي اجتموها محافظة بغداد يعني السكان محافظة بغداد. بالتالي هذا سوى يعني صدمة عند المسؤولين وعند الحكومة، صدمة إيقاظ بالضبط. يعني حسوا انه هذا الملوثات، واني حتى اقول يعني خلف الله على بعض. طبعا احنا بنتكلم عن الغازات، هناك غازات يعني ما بها روائح، وهاي خطورتها هنا اللي تكمن اللي ما بها روائح. ولكن الغازات اللي بها روائح اللي هي جرس انذار على وجود يعني تلوث. بالتالي يعني هذه ايقظت ضمائر المسؤولين وأيضا الفرق التطوعية يعني اهتمام بالجانب البيئي والزراعة. وشفنا مبادرات يعني خصوصا 5 مليون شجرة والمليون شجرة، والمبادرة اللي أطلقتها إدارة محافظة كركوك على زراعة 1000 شجرة لكل صاحب يعني نشاط أو صاحب معمل. هذه كلها المبادرات مهمة في المحافظة يعني زيادة المساحات الخضراء والحفاظ وتقليل الإصابات بالأمراض السرطانية اللي موجودة. والإحصاءات يعني في دار صحة كركوك حقيقة يعني إحصاءات يعني استمرار. وأنا شخصيا يعني كان عمي أيضا مصاب بمرض سرطان الدم، يعني الله يحفظ جميع سكان محافظة كركوك. فبالتالي يعني المساحات الخضراء تلعب دور جدا مهم، خصوصا أنه إحنا نتكلم عن موضوع التغير المناخي، ونتكلم عن موضوع ارتفاع درجات الحرارة، وعن موضوع التصحر وجفاف الأراضي في محافظة كركوك والشحة المائية. بالتالي هذه كلها تحافظ لي على الأراضي وتحافظ لي على يعني تقليل الانبعاثات الغازية. دكتور لضيق الوقت أريد أسألك سؤال يعني هو بخاطري. قبل كنا نشوف المخابز، السوبر ماركتات يعني مثلا بالتسعينات، أفلام بداية الألفينات، يعني نشوف الشغلة والبضاعة السلعة اللي يشتروها يخلوها يعني بكرتونة أو كيس هذا خلينا نقول ورقي. هسه هاي غادرناها ماكو، ومثل ما أعرف أنه هاي يعني تأخذ وقت حتى تتحلل بالتربة. زين قبل فترة شفت منظمة سوت مبادرة أنه وزعت كم كيس ورقي على بعض المحلات، بس ما صار أكو بيها استمرارية. هل هي فعلا هاي مضرة يعني للتربة؟ البلاستيك، هاي المواد البلاستيكية، الأكياس النايلونية خلينا نقول عليها بشكل عام. شوف أنا من سؤالك أنطلق من موضوع يعني جدا مهم اللي هو يعني عاصمة السياحة العربية. يختارون كل سنة محافظة من محافظات العراق والدول الإقليمية والدول العربية لتكون عاصمة للسياحة. فبالتالي احنا كانت يعني محافظة كركوك مرشحة بالسنوات السابقة لتكون عاصمة. بالتالي جانب الالتزام بالقوانين إحدى المحاور اللي هو المحور الخامس من ضمن 7 محاور يعني تستند عليها اختيار المدن واحترام القوانين البيئية وتطبيقها، ومثل ما تفضلت يعني استخدام وسائل صديقة للبيئة.
بالتالي الأكياس البلاستيكية الأمم المتحدة وضعت يوم عالمي خاص بالتخلص من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. بالتالي الأمم المتحدة يعني وعت خطورة هذا الموضوع. فبالتالي مثل ما تفضل جنابك أنه هذه أيضا الإضافات الكيميائية التي تضاف على المواد البلاستيكية وتأثيرها والانتقال والهجرة الخاصة احنا نقول بوليمرات والمونيمرات اللي تشكل هذه الأكياس اللي هي يعني جزيئات كيميائية تشكل خطورة عند هجرتها إلى الغذاء نفسه بعوامل عوامل الطقس، خصوصا ارتفاع درجات الحرارة اللي موجود عندنا. بالتالي أنا إذا أريد أنتقل إلى الأكياس الورقية يعني مو فقط أنه أسوي حملة خلال شهر أو خلال أسبوع أو خلال يوم أو يومين، لا، لابد أنه تكون عندي معامل خاصة بإنتاج هذه الأكياس البلاستيك الورقية حتى تكون أنه هناك ثقافة عامة وتزود الأسواق المحلية بالأكياس الورقية. شكرا الدكتور الاستشاري محمد خضر خبير البيئة والمناخ، شكرا جزيلا. الحقيقة أطلعتنا على المعلومات المهمة، إن شاء الله يستفاد منها المجتمع، يكون عندهم وعي أكثر في ما يخص بيئة كركوك بشكل عام.